السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة يا حلوين؟ ايه الأخبار؟ يا رب نكون بخير. أنا عمرو نادي، وبإذن الله هنكون مع بعض النهاردة في الجزء الثاني في الألدهايد والكيتون. إن شاء الله محاضرة سهلة، محاضرة بسيطة، وبإذن الله هنطلع منها زي ما عودتك دايما 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 حافظ كل معلومة وفاهمها كمان وكمان. طيب تعالى يا دكتور، معلش بعد إذنك كده قول لنا النظام النهاردة هناخد ايه بالظبط. بص، هو احنا اول ما بدأنا قلنا ان احنا هنقسم الشابتر بتاعنا بتاع الالدهايد والكيتون الى تو بارتس. بس هو للاسف هيتقسم لثلاثة بارتس. البارت الاولاني اللي احنا خدناه كان التسمية مع التحضير، صح ولا لا؟ طيب ده اتشرح من قيمة يومين. النهارده بقى هناخد معانا ايه؟ هناخد شوية خصائص فيزيائية مع شوية رياكشنز مع شوية حل. ان شاء الله البارت التالت هيكون برضه شوية رياكشنز، بس حل بقى برضه حل كتير، كمالة الرياكشنز وشوية حل كتير. يبقى يا دكتور النهارده هناخد ايه مع بعض؟ هناخد الخصائص الفيزيائية والرياكشنز وحل عليهم نقطة نقطة. طب عايزك بقى تبقى انت فايق كده معايا، مركز، اهم حاجة مركز، سيب لي نفسك خالص. هات بقى كوباية الشاي بتاعتك الجميلة، كوباية القهوة بتاعتك الجميلة، ويلا بينا بقى نخش فين؟ نخش مع بعض على طول في المحاضرة. اول حاجة هناخدها معانا يا دكتور الخصائص الفيزيائية للألقين. إيه هي بقى الخصائص الفيزيائية بتاعته؟ قال لك اول حاجه يا دكتور الخصائص الفيزيائيه ليهم، قال لك ان هم بيكون ليهم سترونج اودر يعني ريحه قويه، وخاصه الكيتون، وخاصه الايه الكيتون ليها ريحه ريحتها حلوه يا دكتور زي الفواكه كده، ماشي، بنسميها بليسنت اودر. يبقى يا دكتور اول حاجه ليهم ريحه قويه. طيب تاني حاجه يا دكتور هم بيقول لك هم بولار كومباوند. يعني ايه كلمه بولار كومباوند؟ يعني المركب ما بين الكربونه وما بين الاو، جينا قسنا السلبيه الكهربيه اللي هي الكترونيجاتيفيتي ما بينهم، طلع بيساوي واحد او اكبر. فانا بقول لك 3 ونص ماينس 2 ونص طلع بيساوي واحد. اذا المركب بتاعنا ده مركب قطبي. مركب ايه؟ قطبي. بيدوب فين؟ بيدوب في الميه. طيب ادي السلبيه الكهربائيه ما بين الكربون وما بين الاكسجين. طيب يا دكتور بما ان هو مركب قطبي، يبقى التفاعل اللي فيه، يبقى الروابط اللي فيه بنسميها دايبول انتر اكشن. دايبول انتر اكشن اللي هو ما فيش عنده ما بين الاكسجين والهيدروجين بوند، بنسميها نو هيدروجين بوند. طيب تمام. الدايبول انتر اكشن علشان نفهمها اكتر، بنقسم الكربونايل جروب كده لجزئين. اول حاجه يا دكتور الكربونه والاكسجين. احنا قلنا دلوقتي الاكسجين الالكترون نيجاتيفيتي السلبيه الكهربائيه بتاعتها كام؟ 3 ونص. طيب دي 3 ونص. طب والكربونه كام؟ 2 ونص. طيب يا دكتور هي الرابطه ما بينهم رابطه تساهميه ورابطه باي، يعني واحده باي واحده تساهميه، يعني رابطه بيتشاركوا مع بعض بالالكترونات. طيب يا دكتور ده الاكسجين بتسحب الالكترونات ناحيتها بكميه اكبر من مين؟ اكبر من الكربونه. اذا يا دكتور لما نيجي نشوف هنلاقي الالكترون بتاع الرابطه مايل ناحيه مين؟ ناحيه الاكسجين. مايل ناحيه مين؟ الاكسجين. فالاكسجين بذلك تاخد اشاره ايه؟ تاخد اشاره سالبه جزئيه. طب والكربون تاخد اشاره موجبه جزئيه. ليه يا دكتور؟ لان الاكسجين السلبيه الكهربائيه بتاعتها عاليه، بتسحب حواليها الالكترونات اكتر من الكربونه. فالاكسجين تاخد اشاره سالبه جزئيه، والكربون تاخد اشاره ايه؟ موجبه جزئيه. طيب تمام، حلو جدا. طيب ايه تاني يا دكتور في الفيزيكال كاركترز؟ قال لك عندهم البويلنج بوينت بتاعتهم بتكون قليله. البويلنج بوينت درجه الغليان بتاعتهم بتكون قليله، خاصه لما نيجي نقارنهم ما بين الامينز والالكحولز. ليه يا دكتور؟ قال لك لان الالكحولز والامينز الاثنين دولت بالذات بيعملوا هيدروجين بوند، بيعملوا مع بعض هيدروجين بوند. يعني الاميد والالكحول بيعملوا ايه؟ هيدروجين بوند. فلما نيجي نكسرهم علشان نغلي المركب بتاعنا بيحتاج وقت، بيحتاج ايه؟ وقت. فعلشان كده هما الاثنين بيعملوا هيدروجين بوند، فهما الاثنين اعلى من الالكحول والكيتون، اعلى من الالدهيد والكيتون. فالالدهيد والكيتون درجه الغليان بتاعتهم ايه؟ قليله. ليه؟ لان هما مش بيعملوا هيدروجين بوند، صعب جدا يعملوا ايه؟ هيدروجين بوند. طيب بس خلي بالك يا دكتور ان هي برضو مهما يكن هي قليله، بس هي اعلى من الالكان. هي اعلى من كام؟ من الالكان. طيب ما فيش معانا مشكله. طيب بالنسبه بقى يا دكتور للسولوبيليتي في الميه، مش احنا قلنا مركب قطبي؟ يبقى هو سولوبل في الميه، بيدوبوا عادي في الميه، ماشي. بس مش بيدوبوا فين؟ في نون بولار كومباوند، يعني المركبات الغير قطبيه. في المركبات الغير قطبيه مش بيدوبوا فيها. طيب يا دكتور لما يجي يدوبوا في الميه، ليه بيدوبوا في الميه؟ لان الميه زي ما احنا ما عارفين فيها هيدروجين، صح؟ والمركب بتاعنا فيه اكسجين، صح؟ يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ هيكون معانا هيدروجين بوند ولا مش هيكون؟ هيكون. طب ينفع المركب ذات نفسه يكون هيدروجين بوند مع نفسه؟ لا، هو بيكون بس مع الحاجه اللي فيها هيدروجينات. هو ما ينفعش يكون مع الهيدروجين دي بس، بيكون مع هيدروجينات الميه. فيها مشكله يا دكتور؟ ما فيش اي مشكله. يبقى هو ليه بيدوب في الميه؟ لان هو بيكون هيدروجين بوند مع مين؟ مع الميه.
هيدروجين بوند مع الميه. طب يا دكتور البويلنج بوينت بتاعته قليله ليه؟ لان هو مش بيعرف يكون هيدروجين بوند مع نفسه، على عكس الكحول والامين، على عكس الكحول ومين والامين. يا دكتور ده هو نون بولر، هو بولر كومباوند ولا نون بولر؟ لا ده بولر كومباوند. عنده دايبل انتر اكشن ولا لا؟ اه. عنده هيدروجين بوند ولا ما عندوش؟ نو هيدروجين بوند. خلاص خلصنا كده، كده خلاص خلصنا الفيزيكال بروبرتيز. طب ندخل مع بعض بقى يا دكتور على الرياكشنز، وبدايه الرياكشنز. الرياكشنز بتاعت الالكحول والكيتون، الالدهيد والكيتون، مش طويله الى حد ما، بس هي كتيره شويه. فاحنا عاوزين نقسمها بقدر ما، علشان كل ما نخلص جزئيه معينه نبدا نحل عليها. فلو حلينا عليها كتير المعلومه تثبت كتير، نعرف نحل في الامتحان. واكتر اسئله بتيجي في الامتحان على الالدهيد والكيتون. يعني مثلا وانت بتحل ممكن يجيب لك مثلا اسيد، هتلاقيه عدى على الالدهيد والكيتون. ممكن يدي لك كحول مثلا، تلاقيه عدى على الالدهيد والكيتون. يعني هو دايما بيلطش في الالدهيد والكيتون، رايح يمين هيجيب لك الدهيد والكيتون، جاي شمال يجيب لك الدهيد والكيتون. عاوز يجيب الكين ممكن يجيب لك الدهيد والكيتون، عاوز يجيب لك القاين ممكن يجيب لك الدهيد والكيتون. بص هو الالدهيد والكيتون ده مشترك في كل حاجه. طيب تمام، يلا بينا نشوف الالدهيد والكيتون التفاعلات بتاعته بتحصل ازاي. اول حاجه يا دكتور، زي ما احنا ما عارفين، ادي الكربونه ماسكه بدبل بوند اهو، صح ولا مش صح؟ صح. طيب احنا قلنا دلوقتي لما نيجي نوزع الاشارات، مين اللي بيسحب الكترونات؟ الاكسجين، فبتظهر عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف. طب والكربونه بتظهر عليها اشاره ايه؟ بوزيتيف. طيب بالشكل ده، ده بوزيتيف وده ايه؟ وده نيجاتيف. بسبب ايه يا دكتور؟ بسبب الاختلاف في الالكترون نيجاتيفيتي اللي هو السالبيه الكهربيه. طيب ماشي. بيخلي ان المركب بتاعنا ايه؟ اكثر بولارايزابل زي الكربون والكربون. طيب مفيش معانا اي مشكله. بيقول لك so we will be positive charge، احنا هيكون عندنا اشاره موجبه على ايه؟ على ذره الكربون. طيب وعندنا اشاره سالبه بنسميها بارشيال، سالبه جزئيه يعني، على اشاره الايه؟ على اشاره على ذره الاكسجين. علشان كده السي دبل بوند او بيكون سهل جدا تتفاعل مع النيوكليوفيليك اديشن، سهل جدا تتفاعل مع النيوكليوفيليك ايه؟ اديشن. طيب تعال نشوف بقى التفاعلات بتاعتنا يا دكتور بتبقى عامله ازاي. اول حاجه يا دكتور التفاعلات بتاعتنا بتحصل على حسب الكربونيل جروب بتاعنا. هل الكربونيل جروب بتاعنا ديت يا دكتور هي دلوقتي رياكتيف ولا مش رياكتيف؟ يعني هل هي التفاعل دلوقتي لو حضرنا ان انا تفاعل دلوقتي هتتفاعل ولا مش هتتفاعل؟ قال لك ان في شويه فاكتورز، في شويه عوامل بتاثر على الكربونيل جروب. العوامل دي ممكن تخلي الكربونيل جروب خامله مش بتتفاعل، ممكن تخلي الكربونيل جروب بتاعتنا اكتف وبتتفاعل. زي ايه يا دكتور؟ اول حاجه يا دكتور الالكترونيك افكت. الايه؟ الالكترونيك افكت. طيب تعال نشوف مع بعض الالكترونيك افكت. قال لك كل ما كان موجود عندنا الكترون دونيتنج جروب. يعني ايه الكترون دونيتنج جروب؟ يعني الجروبات اللي بتدي الكترونات، اللي بتتبرع بالكترونات. يبقى هي الجروبات اللي بتتبرع بايه؟ بالكترونات. قال لك دي بتعمل ايه يا دكتور؟ قال لك بتعمل ديكريز، بتقلل الرياكتيفيتي التفاعليه بتاعه الكربونيل كومباوند. يعني ايه يا دكتور مثلا؟ يعني مثلا عندي كربونيل كومباوند بالشكل ده، سي دبل بوند اهو بالشكل ده، يمين وشمال. لو عندي هنا اتش، دي مش دونيتنج جروب. طب لو عندي هنا ميثايل، الميثايل ده دونيتنج جروب. الميثايل ده ايه؟ دونيتنج جروب، بيتبرع بالكترونات. فبيخلي الكربونه اللي ماسكه في الدبل بوند او ديت التفاعل بتاعها ضعيف قليل، بيخلي التفاعل بتاعها ايه؟ ضعيف قليل يا دكتور. طب والهيدروجين؟ قال لك دي مش بتدي الكترونات يا دكتور، فبيخلي التفاعل بتاع الكربونيل جروب دي كبيره جدا يا دكتور. يبقى ده بيتقلل وده بيزود. طيب تعال نشوف يا دكتور كده الموضوع بالشكل ده. بيقول لك لو انت عندك كربونيل جروب اهي، وعندك مجموعه ميثايل ومجموعه ميثايل، وعندك مركب تاني فيه كربونيل جروب بالشكل ده، عندك مجموعه ميثايل وعندك هيدروجين، عندك مركب فيه كربونيل جروب بالشكل ده، فيه هيدروجين وفيه هيدروجين، انهي المفروض الاعلى في الرياكتيفيتي؟ انهي اللي هيحصل له تفاعل بشكل سهل واسهل؟ قال لك يا دكتور احنا قلنا ايه؟ ان ان الالكترون دونيتنج جروب بتعمل ايه؟ بتقلل. فانا كل ما يكون عندي هيدروجين كل ما يكون ايه؟ الناتج بتاعي احلى واحلى. كل ما يكون عندي هيدروجين الناتج بتاعنا احلى واحلى. هنا يا دكتور عندي ايه؟ هنا عندي كربونه وعندي كربونه، فعندي الدنيا بايظه هنا خالص، بايظه شويه. طب عندي هنا كربونه وهيدروجين، هي بايظه شويه صغيرين. طب هنا عندي هيدروجين وعنده هيدروجين، يا جمال يا مساء الفل، ده احلى حاجه. يبقى يا دكتور لما نيجي نرتبهم هنرتبهم ازاي؟ لما نيجي نرتبهم ازاي يا دكتور؟ سهل جدا نرتبهم. هنقول يا دكتور معلش ده الهيدروجين والهيدروجين دي تاخد رقم واحد، هي اعلاهم في الرياكتيفيتي. طب والميثايل والهيدروجين دي تبقى رقم اتنين لان هي عندها هيدروجين.
طب والمثال ده قال لهم يا دكتور بعد اذنك يبقى دي رقم 3. ممكن يقول لك بقى رتبهم لي تصاعديا، ممكن يقول لك رتبهم لي تنازليا، فانت تحسب. لو تصاعديا يبقى ده رقم 1، ده 2، ده 3، لان هم ده اعلاهم. تنازليا يبقى ده 1، ده 2، ده 3. اوعى تنسى يا دكتور، اوعى تنسى، اوعى تنسى، اوعى تنسى. طب يا دكتور، يا دكتور ايه تاني غير الالكترونيك افكت؟ في تاني حاجه يا دكتور بنسميها الاستريك افكت. يبقى يا دكتور اللي بيأثر على الرياكتيفيتي بتاع الكربونيل جروب ايه بالظبط؟ حاجتين: الالكترونيك افكت والاستريك افكت، اللي هو الزحمه. اللي هو ايه؟ الزحمه يا دكتور. طيب تعالى نشوف يا دكتور كده مثلا، او نقارن. ادي دلوقتي عندي كربونيل جروب معايا بالشكل ده، كربونيل جروب معايا ايه بالشكل ده، وانا عندي هنا كربونيل جروب معايا بالشكل ده، وكربونيل جروب معايا بالشكل ده. المفروض انهي الاحلى يا دكتور؟ قال لك على حسب الالكترونيك افكت، فده احلى لان فيه هيدروجين. ده اوحش وده اوحش. طيب خلاص انا كده عرفت انهي الاحلى، اللي هو كان ده، ما فيهوش اي مشاكل. قال لك برضو بنشوف يا دكتور بقى الحاجه التانيه، اللي هي بنسميها بقى الاستيريك هندرانس، الحاجه اللي بتمنع. فلما ده يجي يتفاعل مثلا، ده لما يجي يتفاعل هيلاقي عنده مجموعه كبيره تحت ومجموعه فوق. المجموعه اللي فوق صغيره، المجموعه فوق صغيره، فعاد ممكن يخش من خلالها، ممكن يتفاعل. طب لما ده يجي يتفاعل، المركب يجي يخش من هنا هيلاقي مجموعه كبيره، يجي يخش من هنا هيلاقي مجموعه كبيره، هيجي يضطر يجي يخش من هنا برضو، ممكن يحصل تنافر، فالموضوع بالنسبه لهم صعب. يبقى يا دكتور ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل حاجه اسمها زحمه. كل ما كان التفرع بتاعنا بسيط كل ما كان افضل. كل ما كان التفرع بتاعنا بسيط، يعني لو كان هيدروجين يا جماله، لو كان سي اتش 3 ممكن، لو كان سي 2 اتش 5 لا بقى اصعب، لو كان مجموعه بنزين بالسلامه، بالسلامه الموضوع بقى صعب خالص. تمام، فهمت قصدي ايه؟ يبقى يا دكتور كل ما كان التفرع بتاعنا سهل ولين صغير كل ما كان افضل. طب لو كان كبير يا دكتور هيحصل عندنا ستيلك، المركب مش هيعرف يهاجم عليه، المركب مش هيعرف يهاجم ايه عليه. يبقى كده حاجتين يا دكتور: اول حاجه الالكترونيك افكت، تاني حاجه الاستيليك افكت. الالكترونيك افكت قلنا المجموعه الالكترون دونيتنج جروب، الكترون دونيتنج جروب ممكن يكتبها لك بالشكل ده. بتعمل ايه؟ بتقلل الرياكتيفيتي يا دكتور، زي مجموعه الميثايل، ماشي، او الايثايل او غيره. طب تاني حاجه يا دكتور الاستيريك افكت يا دكتور بتعمل ايه؟ قال لك كلما كان المركب حواليه كربونات كتيره، حاجات زحمه، كلما كان المركب صعب ان هو يتفاعل، فالمركب بتاعنا يحصل له ان هو يكون خامل، يكون ايه؟ خامل. فعلشان كده مش عايزين زحمه حوالين الكربونيل جروب. طيب تعالى نبدا بقى زي ما احنا ما اتعودنا مع بعض. احنا قلنا ايه يا ربي؟ قلنا ان المركب بتاعنا الكربونيل جروب اهو، سي دبل بوند او، وعرفنا ان الكربونه بيكون عليها اشاره بوزيتيف، والنيت والاكسجين عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف. في مشاكل؟ مفيش عندي اي مشاكل. اللي بيحصل ايه يا عم الناس؟ بيحصل ان النيوكليوفيل بيعمل له اتاك. دلوقتي احنا هنعمل نيوكليوفيليك اديشن، النيوكليوفيل بيعمل اتاك، بيهاجم. طب بعد ما هيم يا دكتور هيحصل ايه؟ الدبل بوند هتتكسر، الدبل بوند هتتكسر. فايه اللي هيحصل لما الدبل بوند هتتكسر؟ الاكسجينه بتقول لك هاتها لي هاتها لي، الاكسجينه بتقول لك ايه؟ هاتها لي هاتها لي، وتاخد الالكترونات ويبقى عندها 3 لومبير، يبقى عندها ايه؟ 3 لومبير. طيب والكربونه قال لك خلاص انا هاخد بقى يا عم الناس النيوكليوفيل، هاخد بقى انا ايه؟ النيوكليوفيل. طب هو النيوكليوفيل كان ماسك في هيدروجين، فالاكسجين هتقول لك طب بعد اذنك ما تجيب لي الهيدروجينه دي، فتاخد هي الايه؟ تاخد هي الهيدروجين. يبقى يا دكتور الكربون هتمسك فين؟ في النيوكليوفيل، والاكسجين هتمسك فين؟ في الهيدروجين، والدنيا معانا تبقى زي الفل، والدنيا معانا تبقى زي الفل. طيب تعالى نشوف اول حاجه لما نضيف ال HCN، اللي هو السيانو هيدرين فورميشن. اول حاجه لما نضيف ال HCN، هل ال HCN بتضاف لوحدها كده بالشكل؟ لا لا، ده بيكون عباره عن HCN، اتش ماسكه بتريبل بوند سي ان. طيب يا دكتور وزع لي المركب، ادي بوزيتيف وادي النيجاتيف. طيب اول حاجه اللي هيخش معانا يا دكتور، هيخش معانا الايه؟ السي ان اللي هو النيجاتيف، فيروح ماسك فين؟ هيروح ماسك في البوزيتيف اللي هو الكربونه، مسك في البوزيتيف اللي هو الكربونه بالشكل ده. الدبل بوند اتكسرت، مين اللي خد الاشاره بتاعتها؟ مين اللي خد الالكترونات؟ الاكسجينه. انا قلت لك هو كان ماسك فين؟ في اتش سي ان، بقى هيدروجين يا دكتور. فالهيدروجين تقول لك ده انت عندك اشاره نيجاتيف، تعالى نمسك مع بعض ويكونوا مع بعض رابطه يبقى او اتش. اللي بيحصل بالظبط يا دكتور ايه؟ معلش تاني، اللي حصل معانا ايه؟ السي ان هجمت. السي ان دي اشارتها ايه؟ اشارتها نيجاتيف، اشارتها نيجاتيف. لما هجمت يا دكتور هتهاجم على الاكسجينه ولا النيتروجينه؟ لا الكربونه. ليه يا دكتور الكربونه؟ لان الكربونه يا دكتور نيجاتيف، الكربونه بوزيتيف، الكربونه بوزيتيف. طب والاكسجينه نيجاتيف، ادي نيجاتيف اهي ودي بوزيتيف اهي، هي هتهاجم على مين؟ هتهاجم على عكسها. فلما هجمت مسكت.
فالاكسجين خدت الالكترونات لوحديها بنت اللذينه، جت مسكت الهيدروجين جه مسك فيها وعمل ايه او اتش، مجموعه هيدروكسيد جروب. طيب تعالى مثال بسيط. ادي عندنا بروبينال اللي هو الدهايد بالشكل ده. لما جينا فعلناها مع اتش سي ان، ادي اتش وادي ماسكه في سي ان، الاتش بوزيتيف والسي ان نيجاتيف. اول حاجه السي ان هتيجي هيهاجم مين على الكربون، هيمسك في مين في الكربون، الكربون على اشاره بوزيتيف والنيتروجين على والاكسجين على اشاره نيجاتيف. جه مسك فيها، بعد ما مسك فيها الاكسجين كده يبقى ناقصها رابطه لان الدبل بوند دي هتتكسر. طب الهيدروجين هتعمل ايه؟ تروح قال لك لا ده انا همسك فيكي، والواحد دي بقى او اتش، مسك فين؟ مسك في السي ان. طيب تعالى نعملها بقى على مراحل يا دكتور. اول مرحله يبقى معانا ايه؟ يبقى معانا سي اتش 3 سي اتش 2 ماسكه في كربونه، ماسكه في او، والاو على اشاره نيجاتيف يا دكتور لان هي خدت الايه، خدت البوند دي اشاره نيجاتيف. هنا مسكناها في ايه؟ مسكناها في الاتش بتاعتها، وتحت مسكت في سي ان، السي ان دي كانت الاشاره نيجاتيف. طيب يا دكتور ده الاكسجين اهي، وعندي بره فيه هيدروجين، هيحصل ايه؟ الهيدروجين تروح ماسكه في قلبيها ويطلع لنا المركب بالشكل ده، عنده سي ان، عنده هيدروجين وعنده او اتش. فيها مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. طيب تعالى يا دكتور ناخد امثله اكتر على ان احنا ازاي بنعمل هيدروجين سيانايد. ازاي يا دكتور لما نيجي نضيف الهيدروجين سيانايد ازاي بيعمل بقى سيانو هيدروجين؟ تعال ناخد مثال اكتر واكتر. لو عندي كيتون ار ماسكه في ار ماسكه في اتش سي ان، اللي هيحصل معانا ايه؟ اول حاجه يا دكتور السي ان هتيجي تهاجم، فتروح جايه ماسكه هنا بالسي ان. طيب الاكسجين ناقصها رابطه، فتروح جايه ماسكه فين؟ في الهيدروجين، بقى او اتش وتحت ايه؟ سي ان. هل في مشكله؟ مفيش مشكله. ده بنسميها سيانو هيدرين، سيانو ايه؟ سيانو هيدرين. تعالى مثال تاني. ادي يا دكتور مجموعه فينايل ماسكه بالدهايد، بنسميه بنزالدهايد، بنسميها ايه؟ بنزالدهايد. تعال نشوف البنزالدهايد ايه اللي هيحصل فيه. اول حاجه يا دكتور قال لك الاتش سي ان، يلا وسع لي يا دكتور، ادي بوزيتيف وادي النيجاتيف. تعالى يا نيجاتيف انت هتعمل ايه؟ انا ههاجم فين؟ ههاجم على ذره الكربون، الدبل بوند تتكسر وتروح لمين؟ تروح للاكسجين، فالاكسجين هيكون عليه اشاره ايه؟ نيجاتيف. طب البوزيتيف ده هيروح لمين؟ هيروح للاكسجين هيمسك فيها، فالاكسجين بقت او اتش، والكربونه دخل عليها ايه؟ دخل عليها سي ان. هل في مشاكل؟ لا يا دكتور خالص. فبنسميها بنزالدهايد سيانوهيدرين، بنزالدهايد سيانوهيدرين. طيب تعالى يا دكتور المركب ده سايكلو هيكسانون، ليه؟ لان هو كيتون. طيب اللي هيحصل معانا ايه؟ السي ان هتيجي تهاجم على مين؟ على الكربون اللي جوه دي يا دكتور، هجمت. بعد ما هجمت الدبل بوند اتكسرت ودي خدتها، فعليها اشاره نيجاتيف، عايزه تستقر، هاتي هيدروجين تعالي امسكي فيها وخلاص خلصنا. فالهيدروجين جت مسكت او اتش. طب والسيانو ايه؟ مسكت في الكربونه بقى ايه؟ سيانايد بالشكل ده. طيب هل ده بس اللي بيحصل يا دكتور؟ قال لك لا مش ده اللي بيحصل بس يا دكتور. قال لك ده ايه؟ ده لو ضفت ميه، لو ضفت ميه يا دكتور الميه هتكسر المركب ده، الميه هتكسر المركب ده. ازاي بقى هتكسر المركب ده؟ قول لي. قال لك هيتحول معانا لكربوكسيليك اسيد، هيتحول معانا لكربوكسيليك ايه؟ اسيد. يا دكتور انت متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده؟ اه طبعا. يبقى المركب بتاعنا لما نضيف الميه هيتحول معانا لايه؟ لكربوكسيليك اسيد. طب تعالى نشوف. قال لك انت عندك المركب بالشكل ده، احنا قلنا احنا قلنا ايه اللي هيحصل يا دكتور بقى لما نضيف ميه؟ بيقول لك لما نضيف ميه السيانايد بتاعتنا دي بتتكسر، ويبقى يتكون معانا سي او او اتش. السيانات بتاعتنا هتتكسر ويكون معانا ايه؟ سي او او اتش. لما نضيف مين؟ لما نضيف الميه، يبقى هيعمل له هيدروليسيس بالميه لمين؟ لاسيد، هيعمل له هيدروليسيس لميه لاسيد. فيجي لك مثال يا دكتور ويقول لك بعد اذنك يا دكتور حول لي من الفورمالدهيد لايه؟ لجلايكوليك اسيد، لجلايكوليك اسيد وفورمالدهيد. فانا اجي مع بعض كده يا دكتور، يعني ايه كلمه فورمالدهيد؟ يعني كربونه ماسكه بدبل بوند او، ماسكه في هيدروجين، ماسكه في هيدروجين. ده بسميه الفورمالدهيد يا دكتور، ابسط الدهيد موجود عندنا في الكون. طيب عاوز احوله لمين؟ عايز احوله لجلايكوليك اسيد. جلايكوليك اسيد ده يا دكتور اللي هو الكربونه ماسكه فيها او اتش، ماسكه فيها سي او او اتش، ماسكه فيها هيدروجين، ماسكه فيها هيدروجين. احولها للشكل ده ازاي؟ احنا اول حاجه يا دكتور هنلغي دي، اول حاجه نفتكر ان انا مش عندي، هو المفروض دي تبقى سي او او اتش صح؟ طيب وده بالشكل ده، يعني انت عايز يا دكتور اول حاجه تحول لي ده الكحول، تحول لي ده الكحول. طيب وبعد كده تحول لي الهيدروجين اللي هنا لسي او او اتش. طيب واحده واحده، واحده واحده. يا دكتور اول حاجه ديت هنكسرها. طب نكسرها ازاي يا دكتور؟ حط لي اتش سي ان بعد اذنك، حط لي ايه؟ اتش سي ان.
فالاتش سي ان جه دخل كسر لنا دي، وادانا هنا هيدروجينه فوق، وادانا هنا كمان ايه سي ان. يبقى كسرها لنا ادانا او اتش اهي، وادانا ايه هيدروجين، ادانا سي ان. طيب نعمل ايه تاني يا دكتور؟ احنا قلنا السي ان دي نحولها ازاي لكربوكسيليك؟ نحولها ازاي لكربوكسيليك؟ عن طريق ان انا بضيف ايون هيدرونيوم ميه، بواي مايو بديله ميه، فالسي ان تتكسر ويدينا سي او او اتش. يبقى يا دكتور قول لي الطريقه تاني بعد اذنك. اول حاجه يا دكتور انا بجيب المركبين قدامي برسمهم. هو انت عاوز يا دكتور ايه؟ قال لك انا عاوز فورمالدهيد، اروح جاي راسم الفورمالدهيد، سي دبل بوند او، هنا عندي اتش وهنا عندي اتش. انت عاوز تحوله لايه؟ قال لك انا عايز احوله لجلايكوليك اسيد، ادي سي دبل بوند سي او اتش ماسكه في سي او او اتش، ماسكه في هيدروجين، ماسكه في هيدروجين. طيب الفرق ما بين هنا وبين هنا ايه يا دكتور؟ اول حاجه هتقول لنفسك السي دبل بوند او دي يا دكتور بقت او اتش بس، بقت سي او اتش. طب دي تحصل ازاي؟ خلاص نعمل لها ريدكشن. فاول حاجه اتش سي دبل بوند اتش، لما نفعلها مع اتش سي ان اللي هيحصل الاتش هتاخد هنا والسي ان هتيجي تحت، فيفضل معايا المركب اتش سي او اتش تحت فوق كده، وتحت هنا ايه سي ان، وهنا هيدروجين يا دكتور معانا بالشكل ده. طيب نعمل ايه تاني يا دكتور؟ معلش هو انا كنت امتى بحول السي ان لسي او او اتش؟ احوله امتى؟ احوله لما كنت بضيف ميه يا دكتور، ايون هيدرونيوم ميه، سي اتش سي اتش 3 او اتش 2 او في وجود حمض اسيد. طيب هنعملها يا دكتور بعد ما عملنا كده، المركب ده بتاعنا هيحصل له ايه؟ هيتكون بالشكل ده، يبقى سي او او اتش سي او او اتش سي او اتش، وهذه الهيدروجينات بتاعتنا بالشكل ده. فيها مشكله؟ يا رب ما يكون فيها مشكله. التحويل ده مهم، الكونفيرت ده جاي لك في الامتحان اكزام وش، اكزام، فانا بقول لك ده مهم ومهم 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 ومهم. يبقى يا دكتور تعرف لي التحويله دي بتيجي ازاي. اول حاجه هو زود لي هنا اول حاجه سي او او اتش، طب خلاص انا عرفت ازود السي او اتش عن طريق السي ان. طيب تتحول معانا الاو اتش، خلاص برضو السي ان برضو بتحول لي الاو اتش. هل في مشاكل؟ فكرني كده، في مشاكل معاك؟ مفيش اي مشاكل. طيب تعالى نكمل بقى يا دكتور معانا المحاضره. عاوزين بقى يعمل يا دكتور ايه؟ نعمل addition of sodium bisulfite، addition لصوديوم باي سلفايد اتش ان اي اتش اس او 3، ان اي اتش اس او 3. هنعمله ازاي يا دكتور ده؟ قال لك ده سهل جدا جدا جدا. بالنسبه بقى للصوديوم باي سلفيت يا دكتور هنعمل ايه بقى مع الصوديوم باي سلفيت؟ قال لك اول حاجه يا دكتور وزع اشاراتك. اول حاجه ادينا ال ان ايه بوزيتيف، طيب والاس او 3 اتش نيجاتيف. طيب في مشكله؟ مفيش معانا مشكله. وزع اشاراتك هنا، ادي النيجاتيف وادي البوزيتيف. طيب اول حاجه انا اللي هيهاجم معانا الصوديوم، فالصوديوم هيهاجم على مين؟ هيهاجم على النيجاتيف. بص مش كده قصدي يا رب. اول حاجه هيهاجم معانا النيجاتيف اللي هو اس او 3 اتش ده. هيهاجم مين؟ هيهاجم معانا على الكربونه، هيهاجم معانا على الكربونه بالشكل ده. الاو بقى عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف بالشكل دي. طيب يجي يمسك فيها مين؟ الصوديوم. طيب اللي حصل معانا ايه؟ اول حاجه اس او 3 اتش هاجمت على مين؟ على الكربون. طيب باقي معانا الكربونه دي، الاكسجين دي عملت ايه؟ خدت الدبل بوند دي خالص كلها ليها بقى عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف. الصوديوم عليه اشاره ايه؟ بوزيتيف، مسك فيها. طيب ده بنسميه حاجه اسمها سولت، بنسميه حاجه اسمها ايه؟ سولت. يا دكتور الاو لما تكون ماسكه في اتش بيكون كحول، لما يجي يعمل سولت بيشيل الاتش ويجي يحط مكانها الملح. طيب في عندنا قاعده في الملح، ما ينفعش يحصل ملح وانت عندك اولويه اكبر من الكحول. يعني مثلا اس او 3 دي، اس او 3 اتش ده اعلاهم في الاولويه، اولويته كبيره جدا يا دكتور، فما ينفعش يحصل ملح مع الاو بتاع الفينول او الاو بتاع الكحول وانت عندك حاجه اعلى منها في البريوريتي. فتقول لها معلش بعد اذنك خد الهيدروجينه دي انا مش عايزاها، وهاتي لي الصوديوم عشان انا اللي هعمل معاه الملح. هيحصل معاها حاجه بنسميها arrangement، هيحصل معانا ايه؟ ري ارينجمنت. اللي هو ايه يا دكتور؟ اللي هو ما ينفعش البابا يكون موجود والاو بتاع الفينول او بتاع الكحول هي اللي تعمل ملح، ما ينفعش الكلام ده. فتقول لها ايه؟ تقول لها خد الاتش دي وتعالى يا صوديوم مكانها، فيحصل عندي الاو اتش بالشكل ده بتاع الكحول، والاس او 3 عليها نيجاتيف ماسكه في الصوديوم عليه بوزيتيف، ده بيسميها الري ارينجمنت، ده بيسميه الايه؟ الري ارينجمنت. يبقى الصوديوم باي سلفايد يا دكتور ايه اللي هيحصل معانا؟ الصوديوم جه مسك فيه معلش الاس او 3 جت مسكت فيه مجموعه الكربونه فجت عملت كده. طيب الاو بقى عليها اشاره نيجاتيف لان هي خدت الالكترونات، تمسك في الصوديوم اللي عليه اشاره بوزيتيف،
فالصوديوم، فالمجموعه دي تقول لها يا عم انت بتهزر. الصوديوم مجموعه السلفونيل دي تقول لها انت بتهزري، ده انا اعلى منك في البريوريتي، يالا انت مين؟ فتاخد منها الصوديوم وتدي لها الهيدروجين، تاخد منها الصوديوم وتدي لها الايه الهيدروجين، فيطلع معانا الرقم الناتج بالشكل ده. بسميه حصل معانا ري ارينجمنت. حصل معانا ري ارينجمنت. اوعى تنسى يا دكتور الري ارينجمنت. اكتر حاجه بتنسوها واكتر حاجه بتغلطوا فيها الري ارينجمنت. اوعى تنساها، دي زي اسمك حفظ، اوعى تنساها، اوعى تنساها. طيب، نيجي نشوف بقى التفاعل اللي بيجي معانا كل مره اللي هو الجرينارد ريجنت. واكتر تفاعل بيجي لنا احنا فاكرين الجرينارد ريجنت ده كنا دايما بنعمل بيه ايه؟ كنا دايما بنزود بيه عدد الكربون، دايما بنزود بيه عدد الكربون. يعني مثلا لو جالك يا دكتور كربونات قليله، عاوزين نزودها كربونات كتيره، اعمل جرينارد ريجنت وانت ساكت، اعمل جرينارد ريجنت وانت ساكت. طيب، الجرينارد ريجنت عباره عن ايه؟ عباره عن ار اكس، يعني ار ماسك في هرايت، ماسك في الام جي. طيب، في وجود الايثر فادانا ار ام جي اكس. طيب، ده بالنسبه لده الجريلاند ايجنت الاصلي، يعني التفاعل بتاعنا. الجريلاند ايجنت لما نيجي نضيفه للالدهايد والكحول، ايه اللي هيحصل معانا؟ قال لك اي الدهايد، اي الدهايد زائد جرينارد ايجنت، زائد الايه جرينارد ايجنت، هيدينا سكندري الكحول. يبقى اي الدهايد زي الجرينارد ايجنت هيدينا مين؟ هيدينا سكندري الكحول، ما عدا واحد بس، اللي هو مين؟ الميثانال، او اللي بيسميه الفورمالدهايد، او بسميه الايه الفورمالدهايد. يبقى اي الدهايد زائد الجرين اوردر ايجنت هيدينا سكندري الكحول، ما عدا مين؟ ما عدا واحد بس، اللي هو الايه الميثانال او الفورمالدهايد، هما الاثنين لهم اسم واحد، اللي هو سي دبل بوند او ماسك في اتش من هنا وماسك في اتش من هنا، سي دبل بوند او ماسك هنا اتش وماسك هنا اتش. يبقى اي الدهايد في الكون، اي الدهايد في الكون هيمسك في الجرين اوردر ايجنت هيدينا ايه؟ هيدينا سكندري الكحول، هيدينا ايه؟ سكندري الكحول. ما عدا واحد بس، الفورمالدهايد او الميثانال، هيدينا ايه؟ هيدينا برايمري الكحول. هيدينا ايه؟ برايمري الكحول. يبقى ركز معايا يا دكتور بالله عليك، اي الدهايد في الكون زائد جرينالد ايجنت هيدينا سكندري الكحول، ما عدا واحد بس اللي هو الفورمالدهايد او الميثانال، هيدينا ايه؟ هيدينا برايمري الكحول. وصلت؟ وصلت. طيب، يبقى ادي اي الدهايد اهو زائد جرينالد ايجنت اهو هيدينا ايه؟ هيدينا سكندري الكحول، ما عدا مين؟ ما عدا الايثانال او الفورمالدهايد. طيب تمام يا دكتور، حلو جدا. نمسح الكلام ده. طيب، حلو جدا يا دكتور. انت قلت لي دلوقتي هو بس الميثانال او الفورمالدهيد هو اللي هيدينا برايمري الكحول. طيب تعالى وريني التفاعل ده بيحصل ازاي عشان أنا اتعلم منه. اول حاجه يا دكتور قال لك الاتش، نمسح بس نكتبها تحتيها على طول عشان تبقى واضحه. اول حاجه ادي الاتش، ادي السي ماسكه دبل بوند او، ماسكه في اتش، ماسكه في اتش. ايه اللي هيحصل معانا يا دكتور؟ هنمسك ار ام جي اكس، ار ام جي اكس. تعالى يا دكتور كده ادي لي الاشارات. اول حاجه الام جي اكس ده عليها اشاره بوزيتيف، والار عليها اشاره نيجاتيف، والار عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف. طيب تعالى وزع لي الاشارات هنا، ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف. طيب يا دكتور النيجاتيف هيمسك فين؟ الار هتيجي تهاجم، هتهاجم على مين؟ على مجموعه الكربونايل، فهيدينا اتش ماسكه في كربونه، ده الناتج بقى، اتش ماسكه في كربونه، ماسكه هنا في او عليه اشاره نيجاتيف، لان هو خدت الايه؟ خدت دبل بوند بشكل كامل، بقى عليه اشاره نيجاتيف. طيب وهنا تحت يا دكتور ايه اللي مسك معانا؟ الار، وعندي هنا هيدروجين. طيب، اللي هيمسك في الاكسجين بقى اللي هم الباقي يا دكتور اللي هو بسميه الام جي اكس على اشاره ايه؟ بوزيتيف بالشكل ده. طيب هيحصل معانا ايه بقى؟ هيحصل معانا هيدروليسيس بالميه، هيحصل معانا هيدروليسيس بالميه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هيضيف معانا هيدروجين بس، كل اللي انا هضيفه هضيف هيدروجين. يعني لما اضيف هيدروجين ايه اللي هيحصل؟ المجموعه دي بيسميها جود ليفنج جروب، بتطير على طول، اي حد ماشي جنبها بيشيلها. فالهيدروجين هتيجي تمسك مكانها، يبقى معايا الناتج ايه؟ اتش ماسكه في كربونه، ماسكه في اكسجين عليها هيدروجين، ماسكه هنا في هيدروجين، ماسكه في هنا في ايه؟ في كربونه اللي هو بسميها ار. ده يا دكتور بيكون معانا ايه؟ ده ار كربونه اهي ماسكه في ار واحده، ماسكه في كربونه واحده بس، بسميها برايمري الكحول، بسميه برايمري ايه؟ الكحول. طب تعالى يا دكتور التفاعل التاني ده بالنسبه لاول واحد اللي هو بيطلع معايا برايمري ايه؟ الكحول. تعالى لو كان عندي الدهايد عادي بس مش فورمالدهايد، اللي هو يكون سي اتش 3 مثلا، ماسك في سي دبل بوند او، ماسك في اتش. اول حاجه يا دكتور هتحصل ايه؟ اول حاجه هيحصل ان الار اللي عليها اشاره نيجاتيف دي، وهنا الام جي اكس عليها اشاره بوزيتيف، هتيجي تهاجم. فلما تيجي تهاجم هتهاجم على مين؟ على الكربون. فيبقى عندي سي اتش 3 سي مسك فيها الار اللي هو بتاع الجرينارد ايجنت، ماسك فيها مين؟ او.
الاو ده على اشاره ايه نيجاتيف لان الدبل بوند اتكسرت. طيب الاشاره النيجاتيف ماسكه في ام جي اكس، الاشاره بوزيتيف. طيب وهنا عندي هيدروجين. اللي حصل معانا ايه يا دكتور؟ الام جي اكس ده هتطير بالميه فسهل جدا يخش مكانها او اتش، يبقى سي اتش 3. الناتج يعني اللي هيطلع سي اتش 3 ماسكه في كربونه ماسكه في او اتش ماسكه في ار وتحت ماسكه في هيدروجين، بس انا غيرت مكانها. الهيدروجين دي نقلتها هنا والار نقلتها مكانها يعني. فهي بالشكل ده يا دكتور. طيب المركب ده يا دكتور بنقول عليه برايمري الكحول ولا سكندري؟ ده ماسكه في واحد اتنين كربونه وكربون، يبقى ده سكندري الكحول، ده بسميه سكندري الكحول. فانا بقول لك اي الدهايد معانا في الكون زائد جريناردر ايجنت، القاعده اي الدهايد زائد جريناردر ايجنت هيدينا ايه؟ هيدينا سكندري الكحول. سكندري ايه؟ الكحول. هيدينا سكندري الكحول ما عدا واحد بس يا دكتور اللي هو ايه؟ اللي هو الميثانال او الفورمالدهيد. ما عدا واحد بس، الميثانال او الفورمالدهيد. ده بالنسبه للالدهيد يا دكتور مع جرينارد. انا عاوز بقى اشوف الكيتون. الكيتون ماله بقى اما فعله مع الالدهيد مع جرينارد؟ قال لك لما اجي افعل الكيتون مع جرينارد جرينارد هيدينا ايه؟ هيدينا تيرشري الكحول. هيدينا ايه؟ تيرشري كحول ثلاثي. هيدينا ايه؟ تيرشري الكحول. ودي مهمه قوي 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 يا دكتور. هيدينا ايه؟ تيرشري الكحول. يبقى يا دكتور لما اجي افاعل جرينارد ايجنت مع كيتون هيدينا ايه؟ هيدينا تيرشري الكحول. طب لما اجي افعله مع الدهايد هيدينا ايه؟ سكندري الكحول. اي كيتون في الكون، اي كيتون في الكون بيتفاعل مع جرينارد زائد جرينارد هيدينا ايه؟ هيدينا تيرشري الكحول. يبقى انت تحفظها كده، اي كيتون في الكون زائد جرينارد هيدينا تيرشري الكحول. طيب تعالى ناخد مثال مع بعض احنا كده عارفينه. مثلا بيقول لك عندك سي اتش 3 ماسكه في سي دبل بوند او ماسكه في سي اتش 3 زائد سي اتش 3 ام جي سي ال. طيب يا دكتور الام جي سي ال ده انا كنت فاكره ده جرينارد ايجنت. طيب يبقى تعالى وزع لي اشارات بالشكل ده. هيبقى ده على اشاره نيجاتيف والام جي سي ال دي على اشاره بوزيتيف لان ده جرينارد. طيب وزع لي الاشارات هنا، ده اشاره نيجاتيف جزئيه وده اشاره بوزيتيف. طيب الاتش سي ال دي هتهاجم السي اتش 3 هتهاجم مين؟ الكربونه. طيب يا دكتور لما هاجمت الكربونه طلع معايا الناتج عامل ازاي؟ طلع معايا سي اتش 3 سي هنا ماسكتها بقى ايه؟ سي اتش 3 اهي. طيب وهنا عندي سي اتش 3. طيب يا دكتور الاكسجين هتاخد الدبل بوند، هتاخد البوند كلها ويبقى عليها اشاره نيجاتيف. طب الاشاره نيجاتيف هتيجي تمسك في مين؟ هتيجي تمسك في السولت بتاعنا الام جي سي ال اللي هو على اشاره ايه؟ بوزيتيف بالشكل ده. اي هيدروجين ماشي جنبينا، اي هيدروجين ماشي جنبينا سواء ميه سواء اسيد سواء اي حاجه ماشيه معانا هتيجي تشيل تكسر هنا، هتيجي تكسر هنا لان دي بيسميها جود ليفنج جو. فيطلع معايا سي اتش 3 سي ماسكه في او اتش ماسكه هنا في سي اتش 3 ماسكه معايا هنا في ايه؟ في سي اتش 3. اه يا دكتور ده اتكون معايا كحول يا دكتور. اتكون معايا ايه؟ كحول. طب الكحول ده يا دكتور نوع ايه؟ نوع الكحول هنا ده ايه بالظبط؟ قال لك ده تيرشري الكحول. تيرشري ايه؟ الكحول. عرفنا ازاي ان هو تيرشري الكحول؟ الكربونه اللي ماسكه في الكحول يا دكتور ماسكه في كام كربونه؟ ماسكه في واحد ادي اتنين ادي تلاته، يبقى بسميها تيرشري الكحول. بسميها تيرشري الكحول. يبقى القاعده بتاعتنا اي كيتون اللي هو بالشكل ده كده، اي كيتون زائد جرينارد زائد جرينارد هيدينا ايه؟ هيدينا تيرشري الكحول. طيب تعالى ندي مثال احنا بقى معانا على الايه؟ على الالدهايد. الالدهايد بيقول لك مثلا ولنفرض عندك سي اتش 3 ماسك في سي اتش 2 ماسك في سي دبل بوند او ماسك في اتش. طيب زائد جرينارد ولنفرض سي 2 اتش 5 ماسكه في ام جي سي ال. يا عم الناس تعالى اديلي الاشارات. خلاص ده اشاره نيجاتيف زي ما احنا ما عارفين في جرينارد، وده اشاره بوزيتيف. ماشي مفيش معايا اي مشكله يا دكتور. لما فعلناهم مع بعض ايه اللي حصل؟ ده جت هجمت هنا. طيب فلما جت هجمت هنا بقت سي اتش 3 سي اتش 2 سي الاو جت خدت الدبل بوند ده كلها ليها فعليها اشاره نيجاتيف. هتمسك في مين؟ هتمسك في الام جي سي ال اللي عليه اشاره ايه؟ بوزيتيف اهو. جت هنا يا دكتور مسكت في سي 2 اتش ايه؟ اتش 5. طب وهنا انا كان ناقصها ايه؟ ناقصها هيدروجينه بالشكل ده. ده يا دكتور ايه اللي حصل معانا؟ اي هيدروجينه ماشيه جنبينا، اي هيدروجينه ماشيه جنبينا هتكسره، هتشيل ده فيدينا سي اتش 3
CH2 C ماسكة في OH، ماسكة في C2H5، ماسكة في هيدروجين. ده يا دكتور معانا كون معانا ايه؟ كون معانا كحول بالشكل ده ولا ما كونش معانا كحول؟ كون معانا كحول. الكحول ده نوع ايه؟ ده نوع سكندري الكحول. سكندري ايه الكحول يا دكتور؟ ليه؟ لان هنا السي دي ماسكه في كربونه من ناحيه، وماسكه في كربونه من الناحيه التانيه، وماسكه في هيدروجين، فبسميها سكندري الكحول. سكندري الكحول. اي كيت، اي الدهيد زائد جرينارد ايجنت هيدينا سكندري الكحول. سكندري الكحول. ما عدا مين يا دكتور؟ ما عدا الفورمالدهيد. ما عدا الفورمالدهيد. ما عدا الفورمالدهيد. الدكتوره بقى هتيجي تعمل معاك ايه؟ هتيجي تسالك، هتقول لك يا دكتور بعد اذنك كونفيرت. كونفيرت من يا عم الناس اسيتالدهيد اسيتالدهيد 2 لمثلا هيقول لك لمثلا هقول لك 2 بروبانول. فانت هتيجي كده تقول يا دكتور الاسيتالدهيد اللي هو CH3 ماسك في سي دبل بوند او، ماسك في هيدروجين. انا عايز احولها لمين؟ عايز احولها ل2 بروبانول. اكتب لي البروبان الاول. CH3 ماسك في سي، ماسك في CH3، وهنا يا دكتور عندي رقم 2 فيه OH، وفي عنده هيدروجين. يا دكتور كده معلش، اللي حصل معانا ايه؟ فانت تيجي تشوف يا دكتور اللي حصل ان انا عندي ادي الاو اهي، ادي الاو اهي، زاد عندي مجموعة CH3. انهي التفاعل اللي بيزود CH3، اللي بيزود كربونات؟ قال لك خلاص، اي تفاعل بيزود كربونات يبقى تفاعل عمك مين؟ جرينرد. يبقى تفاعل عمك مين؟ جرينرد. خلاص يا دكتور انا هفعلك مع عم جرينرد. هفعلك مع مين؟ مع عم جرينرد. بس عم جرينرد دلوقتي هيكون ماسك في ايه؟ هنقول CH3 MgCl. يعني انا دلوقتي لما اجي افعلك مع عم جرينرد، لما اجي افعل ده مع عم جرينرد هيكون عندي CH3 عادي. طيب يا دكتور مثلا لو قال لك انا عايز 2 بروبانول، او عاوز مثلا 2 بيوتانول. 2 بيوتانول يعني مثلا كان عندي هنا CH2 CH3. خلاص انا هعمل ايه؟ بدل ما افعلك مع مع CH3 اشعلك مع C2H5. يعني انا هشوف هو كام كربونه زادت. هاجي اشوف كام كربونه زادت معايا هنا. كام كربونه زادت معايا؟ زاد كربونتين يا عم الناس C2H5، او زاد 3 كربونات C3H8. زاد كام كربونه بالظبط؟ كام كربونه زادت معايا؟ ولما اشوف الكربونات اللي زادت معايا، معلش CH7، كام كربونه زادت معايا؟ هنا زادت كربونتين مثلا. خلاص الكربونتين دولت هاخدهم واحطهم مع جرينرد C2H5 زائد ام جي اكس اللي هو ام جي سي ال بالشكل ده. خلاص يا دكتور زاد معايا 3، خلاص احط ال3 مع جرينرد. زاد معايا 4، احط ال4 مع جرينرد. زاد معايا 5، احط ال5 مع جرينرد. اعرف هما زاد كام كربونه بالظبط هنا. هو المركب اهو اهو، هما الاتنين شبه بعض بالشكل ده اهو. بس الهيدروجين دي سهل. اعرف كام زاد كام كربونه هنا واحطهم مع مين؟ مع جرينرد. فلو مثلا زاد 2 اتش 2 كربونه، فاجي احطهم هنا بالظبط. طيب بالنسبه للمثال بتاعنا زاد كام كربونه معانا في المثال بتاعنا؟ زاد في المثال بتاعنا يا دكتور 2 بروبانول، يبقى زاد معانا CH3. سي واحده بس، فرجع احطها هنا CH3 ام جي سي ال. طيب تعالى وزع اشارات، ادي نيجاتيف وادي البوزيتيف يا دكتور. خلاص دي هتهاجم على مين؟ هتهاجم على الكربونه اللي تحت. فهيطلع معايا CH3 سي، الاو عليها اشاره نيجاتيف، وتحت معانا بقى ايه؟ CH3. طيب وهنا في الهيدروجين زي ما انا ما عايزها يا دكتور. ده هنا يبقى ماسك في MgCl اللي هو على اشاره ايه؟ بوزيتيف يا دكتور. طيب اي هيدروجينه ماشيه في السكه هتعمل ايه؟ هتاخد المركب ده وهتيجي يدينا ايه؟ CH3 COH CH3، وادي الهيدروجين اهو. يبقى انا كده قدرت احول من الاسيتالدهايد لاتنين بروبانول. مهمه جدا 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 جدا. ماشي، ممكن يضحك معاك بقى يا دكتور يقول لك ايه؟ معلش بعد اذنك، انا عايزك تحول لي من اسيتالدهايد، مش من اسيتالدهايد بقى، من مثلا من اسيتون. عايز احول من اسيتون لايه بقى؟
ليه بقى يا دكتور؟ ركز معايا كده. الاتنين بروبانول، الاتنين ميثايل بروبانول، الاتنين ميثايل بروبانول. طب اسيتون ده يا دكتور اكتبها كده سي اتش 3، سي دبل بوند او، سي اتش 3، صح ولا مش صح؟ صح. اتنين ميثايل بروبانول، يعني اكتب بروبان الاول، ادي سي اتش 3 ماسكه في سي، ماسكه في سي اتش 3. طيب عندي رقم اتنين فيه مجموعه ميثايل سي اتش 3 بروبانول، يعني هنا ماسكه في او اتش. يعني يا دكتور هو عايز يحول من المركب ده للمركب ده. الفرق ما بينهم ايه؟ ادي الثلاث كربونات زي ما هم بالشكل ده، ثلاث كربونات زي ما هم بالشكل ده. طيب يا دكتور ده فرق مثلا مجموعه ميثايل، خلاص انا اضيف مجموعه الميثايل، عرفت اضيفها ازاي؟ اضيفها بجرينارد ريجنت، اقول سي اتش 3 ام جي سي ال، يبقى ده على اشاره بوزيتيف وده على اشاره نيجاتيف وده على اشاره ايه؟ بوزيتيف، واجي افعله مع بعض هيدينا المركب بالشكل ده. فهمت المقصد ايه؟ هو ده في كام كربونه؟ ده في كربونه واحده، خلاص يبقى انا اضيف كربونه واحده. ده في كربونتين اضيف كربونتين، ده في ثلاثه اضيف ثلاثه. فيها مشكله؟ يا رب يكون وضحت. طيب ده بالنسبه لجرينارد ريجنت. ادي امثله برضو على جرينارد ريجنت، تعال نحلها مع بعض. اول حاجه يا دكتور سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 زائد ام جي بي ار، اهو بالشكل ده. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. ده هتكون عليها اشاره نيجاتيف وده هتكون عليها اشاره بوزيتيف. هتهاجم دي على ذره الكربونه بين هنا، ودي هتاخد الدبل بوند بالشكل ده، يكون على اشاره نيجاتيف، تيجي تمسك فيها. طيب بعد كده يا دكتور هنعمل ايه؟ هنضيف ميه، هنضيف ميه. فنقول يا دكتور بعد اذنك ادي السي اهي بتاعتنا، ادي الهيدروجينه بتاعتنا وادي الهيدروجينه بتاعتنا، وادي الاو لما نضيف ميه هتشيل الام جي اكس وهيتحط معانا او اتش. هو بس كتب لك التفاعل على طول، كتب لك التفاعل ايه على طول. طب تعالى انت تاني نشوف سي اتش 3 سي اتش 2 ام جي بي ار، ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف وادي بوزيتيف وادي نيجاتيف. اللي حصل ايه؟ النيجاتيف جت هجمت، النيجاتيف جت ايه؟ هجمت اهي. طلع معانا الاو عليها ام جي بي ار، فيها مشكله؟ مفيش مشكله. هات بقى شويه هيدرونيوم كده ايون، فهتحصل ايه؟ هتشيل الام جي بي ار وتحط لنا او اتش اهو. يبقى المركب بتاعنا دخل بالشكل ده. يبقى انا حولت من اسيتون ل2 ميثايل بيوتانول، ل2 ميثايل بيوتانول. يبقى يقول لك حول لي من اسيتون ل2 ميثايل بيوتانول، اروح كاتب الاسيتون لوحديه، اروح كاتب 2 ميثايل بيوتانول، اشوف الفرق معانا كام كربونه؟ كربونتين يا دكتور، خلاص ادخل الكربونتين مع مين؟ مع عمك ام جي بي ار. طيب اللي هو جرينارد ريجن. مركب برضو عندنا الدهايد، ضاف لك يا دكتور مجموعه فينايل ماسكه في ام جي بي ار، يعني مجموعه فينايل يعني حلقه بنزينه بالشكل ده ماسكه في ام جي بي ار. ده اشاره نيجاتيف وده اشاره بوزيتيف، وندخل زي ما احنا ما عارفين يا دكتور. فدخلت مجموعه الفينايل هنا تحت اهي، وبعد كده قال لك ده انا ضفت معاها هيدروجين، خلاص الهيدروجين جت مسكت في مين؟ في الاو اتش. وضحت؟ يا رب تكون وضحت. ده بالنسبه لتفاعل جرينارد. طيب تعال نشوف تفاعلات بقى الاديشن مع الكحولات. هنشوف لما نيجي نضيف كحول مع الالدهيد والكيتون ايه اللي هيحصل معانا. قال لك عندنا مع الكحول لما نيجي نفعل الالدهيد او الكيتون مع الكحول بيدينا حاجتين، يا اما هيمي اسيتال، يا اما هيمي كيتال. طيب يا دكتور فعلناه كمان مع الكحول تاني، الاتنين دول هيتحولوا، واحد فيهم اسيتال والتاني هيكون فيهم كيتال. طيب يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم اي حاجه يا دكتور، انت بعد اذنك مصدعني مش فاهم اي حاجه. بص يا دكتور ايه اللي هيحصل معانا. اول حاجه يا دكتور ادي الكيتون اهو او الالدهايد، ولنفرض مثلا ده معانا كيتون. فايه اللي حصل معانا؟ ضفنا ار او اتش، ضفنا ار او اتش. الار او اتش ده الكحول، انا كنت معود لك الكحول قلت لك انا بقسمه مره من عند الار او لوحديهم ومره اتش لوحديها. الار او مع بعض كده بيبقى عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف، والاتش عليه اشاره ايه؟ بوزيتيف. طيب تعالى اديني بقى هنا يا دكتور الاشارات. انا فاكر انا كنت بقول لك هنا عندي اشاره بوزيتيف وهنا عندي اشاره ايه؟ نيجاتيف. ايه اللي هيحصل؟ دي هتيجي تهاجم هنا، فبعد ما تهاجم هنا الدبل بوند تتكسر، فدي تاخد الاشاره، وبعد كده الهيدروجين هتلاقي عليها اشاره نيجاتيف تروح ماسكه فيها، تروح الهيدروجين جاي ماسكه فيها كده. طب تعال نشوف كده. فحصل معانا ايه؟ ان انا لما ضفت الار او، ادي الار او على ذره الكربون اهي. طيب الدبل بوند ايه حصل لها ايه؟ خدت هيدروجينه بقت او اتش وحطيتهم زي ما هم على طول. الوضع ده لما يكون عندي هنا ار ماسكه في او، ماسكه في كربونه، وعندي او اتش، عندي ايه؟ او اتش، وعندي الوضع ده بسمي الوضع ده هيمي. هيمي يعني نص، كلمه هيمي معناها بالانجليزي ايه؟ نصف، نصف، نصف كيتال او نصف اسيتال، يعني في منهم نصه بيكون يا اما اسيتال يا اما كيتال. طيب تمام. يا دكتور امتى يكون اسيتال كامل يا اما كيتال كامل؟ لما يكون عنده او ار
في ناحيتين، هنا او ار وهنا او ار بالشكل ده. طب الاو ار دي هجيبها ازاي؟ قال لك فعله مع كحول تاني، فعله كمان مع ايه؟ مع كحول. احنا عارفين دايما الكحول بيكون عنده اشاره ايه؟ عنده ار او نيجاتيف، واتش ايه؟ اتش بوزيتيف. طيب اللي حصل بقى معانا ايه يا دكتور؟ الاتش البوزيتيف جت مسكت مع مين؟ مع الار او، مع الاو اتش، فطلع معانا اتش 2 او، فطلع معانا ايه؟ ميه. طلع معانا ميه. الاتش البوزيتيف دي جت مسكت فين؟ في الاو اتش، فبقى عندي او اتش 2 اللي هو ميه، فطلعت معانا. دخل مكانها ايه؟ دخل مكانها يا دكتور الار او اهو، الاو ار. تاني يا دكتور مع بعض كده. طيب اشرحها لك مع جنب على جنب كده. ولنفرض يا دكتور معانا مثلا سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش. اللي حصل معانا ايه لما جينا فعلناها مع الكحول؟ ولنفرض الالكحول ده سي اتش 3 ماسك في اكسجين ماسك في هيدروجين. المركب ده على بعضه، الجزء ده على بعضه يا دكتور، كنت فاكر بقى اشرح لك في الالكحول بيكون عليه اشاره ايه؟ نيجاتيف. طب والهيدروجين عليه اشاره ايه؟ بوزيتيف. طيب في وجود الاسيد ايه اللي هيحصل معانا؟ الاشاره النيجاتيف دي هتيجي تهاجم هنا، فماشي معاك. هيبقى يطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا سي اتش 3 سي ماسكه فين؟ ماسكه في او، ماسكه في سي اتش 3 اهو، او ماسكه في سي اتش 3. طيب والاكسي والهيدروجين هتمسك فين؟ هتمسك في الاكسجين، فيبقى عندي او اتش. طيب كده ناقصها ايه؟ ناقصها الاتش اي الاخيره. المركب ده بالشكل ده يا دكتور، اللي هو الاو ماسك في سي اتش 3 ماسك في كربون عليها او اتش، عليها ايه؟ عليها او اتش، بسميه هيمي اسيتال. بسميه ايه؟ هيمي اسيتال. يبقى المركب اللي ماسك في او اتش او سي اتش 3 ماسك في كربونه ماسك في او اتش، بسميه هيمي اسيتال. طيب تمام، مفيش عندي مشكله. طيب تعال نكمل. قال لك ما انا لو فعلت المركب ده مع ار او تاني ماسك في اتش، يعني كحول تاني، ولنفرض سي اتش 3 او اتش، قال لك برضه هيديني ايه؟ هيدينا بقى الاسيتال كامل. ازاي يا دكتور؟ احنا قلنا دي بيكون عليها اشاره نيجاتيف ودي عليها اشاره بوزيتيف. ده هتستنصح هتقول لك يا عم الناس ده انا اشاره بوزيتيف، انا جاي امسك في اخويا، يروح جاي ماسك في الاكسجين اللي عليه اشاره ايه؟ اللي عليه اشاره دايما نيجاتيف. طيب تروح ماسك فيها، فيبقى عندي كده يا دكتور او اتش 2. او اتش 2 ده بالنسبه لنا ميه. الميه مش هتستحمل الاكسجين ساعتها، مش هتستحمل، هيكون عليها اشاره ايه؟ بوزيتيف. لما يجي لها الاتش الثانيه هيكون عليها اشاره بوزيتيف، فمش هتستحمل، فقام تطلع على هيئه ايه؟ هتطلع على هيئه ميه. فيبقى معانا المركب بالشكل ده سي اتش 3 سي ماسك هنا في او سي اتش 3، وفوق بقى يا دكتور الرابطه دي هتتكسر وطلعت على هيئه ميه، فيبقى عندي اشاره، عندي اشاره ايه؟ بوزيتيف. وهنا عندي هيدروجينه زي ما هي. طيب اللي هيحصل ايه؟ المركب ده يقول لك لا 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 لا، تعالى انت عندك اشاره بوزيتيف ما ينفعش، فيروح جاي ماسك فيها، يبقى عندي سي اتش 3 سي او سي اتش 3 تحت او سي اتش 3، وانا عندي هيدروجين. المركب ده على بعضه بسميه اسيتال. بسميه ايه؟ اسيتال. يبقى ايه اللي حصل معانا يا دكتور؟ اول حاجه الكحول عرفنا نقسمه ازاي. دخل كده كسر لنا الدبل بوند وظهر معانا الهيمي اسيتال. نفس الكحول برضه يا دكتور، الاو جت مسكت في الهيدروجين فطلعت على هيئه ميه، فندخل بقى الاشاره النيجاتيف معانا مكانها مكان الكربونه، فطلعت معانا يا دكتور بنسميها المركب ده اسيتال. طيب يا دكتور لو كان بقى انا عندي المركب ده كيتال، ايه اللي كان هيحصل معانا مثلا؟ يعني ولنفرض ما كانش الدهايد بالشكل ده، كان الحته دي معانا سي اتش 3. هنا في المركب لو كان معانا سي اتش 3 يا دكتور، كان هيجي لنا هنا سي اتش 3، مش هنسميه بقى هيمي اسيتال، هنسميه هيمي كيتال. هنسميه ايه؟ هيمي كيتال. طيب لو طلع معانا يا دكتور الهيمي كيتال، كمل معانا في الار او اتش، يبقى الاتش دي هتتشال وهيتحط مكانها سي اتش 3، فبنسمي المركب ده كيتال. هنسمي المركب ده في الوقت ده ايه؟ كيتال. يبقى الهيمي اسيتال حاجه والهيمي كيتال حاجه. عرفنا ازاي يا دكتور الهيمي اسيتال؟ يعني لو جالي مركب بالشكل ده اعرفه ازاي هو اسيتال ولا كيتال؟ اول حاجه يا دكتور هبص، والله العظيم لو المركب معانا لقينا عند الكربونه اللي ماسكه في الاو سي اتش 3 دي والمركب اللي ماسكه في الاو سي اتش 3 هيدروجينا، يبقى هو كده كان اسيتال. يبقى هو كده كان ايه؟ كان اسيتال. طب يا دكتور لو لقيت عنده مكانها كده كان موجود سي اتش 3، يبقى احنا كده يا دكتور نعرف ان المركب بتاعنا ده كيتال. نعرف ان المركب بتاعنا كيتال. طيب يا دكتور هنا السؤال بيجي لك ازاي بقى؟
السؤال بيجي لك بالمركب ده يا دكتور، هيقول لك بعد اذنك انت عندك مركب ولنفرض نسميه بس التسميه بتاعته ما ناخد الايثر فخلاص مش مهم، اما ناخد الايثر ابقى اسميه لك. بص يا دكتور، هيجي لك مركب يقول لك مركب بالشكل ده، انا عايز اعرف هو جاي من الدهايد ولا جاي من كيتون. عايز اعرف هو جاي من الدهايد، المركب ده عايز اعرف هو جاي من الدهايد ولا جاي من كيتون. فانت تيجي تبص كده مع نفسك، يا ربي انا مش فاكر. اول ما تشوف لو لمحت هيدروجين على ذره الكربون اللي ماسكه في الاكسجين ديت، اللي ماسكه في 2 اكسجين، لو لمحت ذره هيدروجين يبقى المركب ده كان اصله ايه؟ الدهايد. يبقى المركب ده كان اصله الدهايد. طب لو لمحت سي اتش 3 على ذره الكربون دي، يبقى المركب بتاعنا كان شكله ايه؟ كيتون. لو لمحت اي كربونه على المركب ده، على السي دي، كربونتين، يبقى انا كان معايا ايه؟ كيتون. لو لمحت كربونه وهيدروجين يبقى انا كان معايا الدهايد. لو لمحت اي هيدروجين كان معايا الدهايد. لو لمحت كربونه 2 كربون يبقى انا كان معايا ايه؟ كيتون. يبقى انا كان معايا ايه؟ كيتون. ده مهمه جدا جدا جدا. يبقى ازاي نعرف يا دكتور انا بادئ باسيتال او بادئ بكيتون او بادئ بالدهايد في الاسيتال او الكيتال؟ نعرفه ازاي؟ في وجود الهيدروجين. معايا هيدروجين يبقى انا بادئ بالدهايد، مش معايا هيدروجين معايا كربون يبقى انا بادئ بايه؟ بكيتون. يبقى انا بادئ بكيتون. ودي مهمه جدا 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 ايه يا دكتور، وخاصه في موضوع الكونفرت. طيب يا دكتور، التفاعل ده رايح جاي. يعني ايه التفاعل ده رايح جاي؟ يعني برضو ده ممكن المركب ده يحصل له هيدروليسيز ويرجع تاني لاصله. نفس الكلام، المركب ده ممكن يحصل له هيدروليسيز ويرجع تاني لاصله، يعني يتكسر مره تانية ويرجع تاني لاصله. طيب تعال نكمل بقى كده يا دكتور الاسيتال والكيتال. اول حاجه يا دكتور معانا الدهايد بالشكل ده، لما نضيف له C2H4OH ايه اللي هيحصل؟ هنقول الاو اتش عليها اشاره ايه؟ نيجاتيف، والاتش عليها اشاره بوزيتيف. اول حاجه يا دكتور الاشاره النيجاتيف هتيجي تمسك هنا بالشكل ده، بالشكل ده بقى OC2H5، وعندنا هنا فوق بقى OH، الاتش جت مسكت فين؟ في الاكسجين. طيب إيه اللي حصل بقى معانا يا دكتور؟ بص هنا التفاعل رايح جاي، تفاعل رايح جاي، يعني ده ممكن يتكسر عادي ويدينا مثلا الايه؟ الكحول بتاعنا والالدهايد بتاعنا. طيب نفس الكلام ده يا دكتور، هل ده ينفع يصبر؟ لا، انا هكمل بقى معانا في الاسيتال. عشان نكون معانا اسيتال احط له مثلا كحول تاني، فحصل معانا اتكون هنا كحول، هنا اتكون ايثر، وهنا اتكون ايثر، فطلع معانا اسيتال. هنا ايثر وايثر طلع معانا ايه؟ اسيتال. طب نفس الكلام هنا يا دكتور، ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان معانا هنا كيتال، اللي هو كيتون. لما ضفنا له الكحول بقى معانا يا دكتور هنا بالشكل ده. يا دكتور ده لسه او اتش، يبقى انا كده هيمي. طيب ضفنا له الكحول تاني فطلع معانا بالشكل ده والشكل ده، ده بسميه ايه؟ بسميه كيتال. كده الحمد لله الجزء الاولاني في المحاضره بتاعتنا خلصت. اللي احنا خدنا فيه ايه بقى؟ او الجزء بتاعنا النهارده خلص. اللي احنا خدنا فيه كام تفاعل؟ خدنا فيه 4 تفاعلات. والاربع تفاعلات ده انا جبتهم لك مع بعض لان هم شبه بعض، فبالله عليك احفظهم لي صم وركز لي فيهم قوي قوي قوي. مثلا معانا الدهايد بالشكل ده، اللي هو بنسميه بنزل دهايد. معانا ايه؟ بنزل دهايد. طيب اول حاجه فعلنا البنزل دهايد مع ايه يا عم الناس؟ فعلناه مع اتش سي ان. لو انت فاكر كان الاتش بتيجي، كانت السي ان كانت بتيجي تمسك هنا، والاتش كانت بتيجي تمسك هنا. طيب اهو، ادي الاتش جت مسكت عند الاو، والسي ان جت مسكت فين؟ هنا. هل ده هيصبر؟ لا يا دكتور، ده هيتكسر، والان دي هتتشال وتخش معانا مجموعه كربوكسيليك اسيد. تخش معانا مجموعه كربوكسيليك اسيد. هيجي لك سؤال مهم جدا جدا جدا، هيقول لك يا دكتور من بنزل دهايد، من بنزل دهايد انا عايز احصل على مندليك اسيد. وده تحويله كونفيرت مشهوره. كونفيرت مشهوره، اقول لك من بنزالدهايد يا دكتور بعد اذنك هات لي منديليك اسيد. المنديليك اسيد يا دكتور انا قلت لك شكله اهو، حلقه بنزينه فيها كربونه ماسكه بسي او او اتش ماسكه باو اتش. يبقى انا قلت لك شكله اوعى تنساه، ليه؟ لان هو مش هيجيب لك الشكل في الامتحان. يقول لك يا دكتور انا عاوز من بنزالدهايد ده لمنديليك اسيد، هتقول له اول حاجه هضيف له اتش سي ان. ضيف له اتش سي ان، حصل بعد كده ايه؟ ادانا الكحول بالشكل ده وادانا سي ان. طيب السي ان ده انا عاوز احولها لمجموعه كربوكسيليك اسيد، هعمل لها ايه؟ هضيف لها بس هيدروجينات، هضيف لها ميه ايون هيدرونيوم بس. هيتكسر معانا السي ان ويخش معانا كربوكسيليك اسيد، يبقى معانا كده كربوكسيليك اسيد بنسميه مندليك اسيد. مندليك اسيد مهم جدا جدا جدا. ده كان معانا اول تفاعل. طيب خدنا في تاني تفاعل ايه يا دكتور؟ الصوديوم بايسلفايد. اللي حصل معانا في الصوديوم بايسلفايد ايه اللي حصل؟ كنا بنقول الصوديوم لوحديه والبايسلفايد لوحديها. البايسلفايد كانت بتروح تمسك فين؟ بتمسك هنا، والصوديوم كان يجي يمسك هنا. طيب كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل ري ارينج. ومهم قوي الري ارينجمنت دي يا دكتور، لان انت لو ما خدتش بالك منها هتضيع، كانك ما عملتش اي حاجه. الصوديوم كان الاول عند الاكسجين، بعد كده نقلناه فين؟ نقلناه عند مجموعه السلفونايل. ايه الصوديوم، الصوديوم كان هنا، كان الاول كان فين؟ كان هنا.
والهيدروجين كانت فين؟ كانت هنا. بعد كده نقلناهم لان ما ينفعش في الاولويه، ما ينفعش في الاولويه. يبقى نفتكر هنا ايه؟ الترتيب. مهم قوي الترتيب يا دكتور. طيب التفاعل الثالث يا دكتور كان معانا جرينارد ايجنت، والتفاعل ده زي اسمك حفظ، حفظ زي اسمك، نفهمه كويس كويس كويس. اكتر تفاعل فيه كونفيرت، اكتر تفاعل فيه كونفيرت. طيب هيقول لك يا دكتور معانا بنزالدهايد، حوله لي يا دكتور، انا عاوز بنزالدهايد حوله لي. يبقى عندنا هنا مثلا سي اتش 3، اقول لك سهل جدا، هنجيب سي اتش 3 المساكها فين؟ في ام جي بي ار. طيب بعد كده يا دكتور الاو تمسك في الام جي بي ار بالشكل ده، والسي اتش 3 تدخل على ذرات الكربون، فيحصل عندنا ايه؟ خلاص انا ضفت كده سي اتش 3، كده انا ضفت عندي سي اتش 3. طيب ده مهم قوي، جرينارد ريجنت مهم قوي، دي كان تالت تفاعل معانا. اخر تفاعل خدناه كان تفاعل الايه؟ الكيتال والهيمي كيتال، اللي هو التفاعل الرابع. يا دكتور انا عندي بنزالدهايد كده، يبقى انا هطلع معانا اسيتال ولا كيتال؟ لا هطلع معانا اسيتال. ازاي يا دكتور؟ هتلاقي عندنا هنا هيدروجينا. طب لو كان عندنا سي اتش 3 يبقى انا هطلع كيتال. فهمت الكلام؟ افهم الكلام. امتى اطلع هيمي اسيتال وامتى اطلع هيمي كيتال؟ بسميها اهو بنزالدهايد داي ايسايل اسيتات، بنزالدهايد داي ايسايل اسيتات. ممكن يقول لك يا دكتور انا عاوز من بنزالدهايد داي ايسايل اسيتات، يبقى انا كده هعرف اضيف له ايه؟ هعرف اضيف له الكحول، هعرف اضيف له الكحول. يا رب يكون الموضوع واضح، يا رب يكون الموضوع ايه؟ واضح. كده النهارده المحاضره الرياكشن بتاعنا خلص. تعال نشوف بقى يا عم الناس شويه اسئله. اول حاجه بيقول لك يا دكتور بعد اذنك اكتب لي الكوريكت نيم بتاع الاسم ده. هنقول مع بعض. اول حاجه يا دكتور انا عندي هنا مجموعه وظيفيه اللي هو الايه؟ الالدهايد، وعندي مجموعه وظيفيه الالكحول، وعندي مجموعه وظيفيه الالكين. انهي اللي لها اولويه؟ اللي لها اولويه الالدهايد. طيب اول حاجه يبقى انا لازم الاقي في الاسم كلمه ال. تعال نشوف على الاسماء كده، هنا في ال، هنا في ال، هنا في ال، هنا في ال، يبقى كده خلاص ممكن تحتمل الكل. عد لي كم كربونه؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. ستة باللاتيني معناها هيكس. شوف كده، هيكس 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 هيكس. ده كلهم يا دكتور ماشيين صح، يبقى هيكس. طيب ده فيها اين، يبقى هيكسين، ومعانا ال. طيب هيكسينال. طيب الإين دي عند رقم كام؟ هنقول أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، أدي خمسة. عند رقم خمسة، فأنا عاوز يقول لي خمسة إينال، يبقى هيكسي خمسة إينال. في عندي هيك هنا هيكس اهو، خمسة هيكسينال، يبقى ده الإجابة الصح معانا من غير ما نشوف الباقي. ليه؟ لأن هو الوحيد اللي عند رقم خمسة كان مجموعة الإين. يبقى أنا بحل إزاي الأسماء زي كده يا دكتور؟ يبقى أنا بحل الأسماء زي كده إن أنا أول حاجة بطبق، مش بكتب الاسم. أول حاجة هكتب الاسم هطول. فأول حاجة بعد عدد الكربونات، أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، أدي خمسة، أدي ستة. ستة يا دكتور معانا هيكس. طيب يا دكتور ده كان الدبل بوند عند رقم كام؟ لأن هو هيلعب لك في مكان الدبل بوند. أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، أدي خمسة. عند رقم خمسة الدبل بوند. خلاص هشوف الاسم اللي عند رقم خمسة الدبل بوند بتاعه وابقى اختاره. طيب تعالى نكمل كده. ده كان عند رقم أربعة مجموعة هيدروكسي، فيقول لك هنا أربعة هيدروكسي، يبقى الاسم ده صح، يبقى الاختيار بتاعنا ده صح. طيب تعالى نشوف، بيقول لك أنهي فيهم أسيتال، أنهي فيهم إيه؟ أسيتال. هنيجي نشوف أنهي كربونة، هنشوف الكربونة ده اهي. طيب الكربونة دي يا دكتور لينا ماسكة في إيه؟ ماسكة في او اتش. ده يا دكتور ده هيمي، صح ولا مش صح؟ ده هيمي أسيتال، لأن الكربونة هنا عندها هيدروجينة كمان بس مش مكتوبة عشان هو مش هيكتب لك الهيدروجينة. طيب تمام. يا دكتور ده هنا عنده او اتش، اكيد ده مش اسيتال، اكيد ده مش ايه؟ مش اسيتال. طب يا دكتور ده هنا عنده او سي اتش 3، اه، وهنا عنده او سي، خلاص ده تمام كده، ده اسيتال يا اما كيتال. يا دكتور ده هنا ماسك في مجموعه ميثايل اللي هو سي اتش 3، وهنا ماسك في مجموعه ايثايل اللي هو سي تي اتش سي 2 اتش 5. عنده هيدروجينات؟ لا، يبقى ده يا دكتور معانا كيتال. تعال نشوف هنا كده يا دكتور، ادي ماسك في الاو سي 2 اتش 5 اهي، ماسك في الاو 2 سي 2 اتش 5 اهي. يا دكتور ده ماسك معانا فين؟ في الهيدروجين، ماسك معانا فين؟ في الهيدروجين. يبقى ده بنسميه ايه؟ اسيتال. جاي من ايه؟ جاي من الدهايد. فهمت احنا هنعرف ازاي الهيمي اسيتال من الهيمي كيتال؟ مهمه جدا 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 جدا. الهيدروجين دي لو موجوده يبقى ديت الاساس بتاعتنا. طيب تمام. في تفاعل بيقول لك يا دكتور رياكشن اوف فينايل هيدرازين ويز كربونايل، ماشي. هو ده مش ما خدناهوش دلوقتي، بس هو الاجابه بتاعته هتبقى فينايل هيدرازول، اللي هو يعني لما نيجي نفعل فينايل هيدرازين بالشكل ده، ادي الفينايل هيدرازين بالشكل ده يا دكتور، ماسك مجموعة NH، ماسك في NH2، NH2. اما نيجي نفعله مثلا مع ايه؟ مع كربونيل كومباوند كيتون او بتاع، يدينا فينايل هيدرازون. ماشي.
طيب the following compound has the highest boiling point. انهي الاعلى في البويلنج بوينت يا دكتور معانا بالشكل ده؟ بص يا عم الناس، عشان تعرف الاعلى في البويلنج بوينت انا قلت لك لازم نشوف الروابط. ده يا دكتور كيتو، صح؟ ده يا دكتور الدهايد، تمام، حلو قوي. ده يا دكتور الكحول، ده يا دكتور معانا ايثر، ده معانا ايه؟ ايثر. اول حاجه انت فاكر دولت يا دكتور كان الروابط ما بينهم ايه؟ كان دايبول دايبول دايبول، صح؟ دايبول دايبول انتر اكشن. طب هنا كان بيعمل ايه؟ هيدروجين بوند. هيدروجين ايه بوند. طيب، طب ده كان بيعمل ايه يا دكتور؟ ده كان ايثر، مش بيعمل ولا دايبول دايبول ولا هيدروجين بوند. ده كان ناكل واحد تعبان خالص، كان متعلم فاندر فال انتر اكشن. خلاص يا دكتور، انهي كان اقواهم واعلاهم في البويلنج بوينت؟ احنا خدنا ان اعلى حاجه في البويلنج بوينت الكحول معاها الامين. طيب خلاص، يبقى ده اعلى حاجه فين في البويلنج بوينت؟ الكحول. ده تاني واحد بعديهم، واقل واحد فيهم الايثر. يعني لو جينا رتبنا هنقول ادي واحد، ادي اتنين تلاتة، الاتنين دولت مع بعض، وادي ده رقم تلاتة اخر واحد. يبقى ده اهم واحد، بعد كده الاتنين دولت، بعد كده ده. ليه الاتنين دولت زي بعض؟ لان هما الاتنين بيعملوا دايبول دايبول انتر ايه؟ انتر اكشن. ماشي، مفيش معانا اي مشكله. تعال نشوف التفاعل ده يا دكتور. اول حاجه التفاعل ده يا دكتور لو انت فاكره، ده الصوديوم بايسلفايت. الصوديوم بايسلفايت كان الصوديوم اشاره بوزيتيف، والسلفايت اشاره ايه؟ نيجاتيف. طيب السلفايت هتيجي تخش فين؟ هتيجي تخش هنا. دخلنا يا دكتور بقى السي ماسكه في سي اتش 3، ماسكه في سي اتش 3، ماسكه هنا يا دكتور معانا بي او، ماسك في ان ايه، ماسك معانا هنا سي اس او 3 اتش. اللي حصل معانا ايه؟ الاتش دي هتقول لك معلش يا صوديوم، انت مش مكانك هنا، ده انا هاجي هنا، والصوديوم يقول لك تعالى انا هنا، علشان هنا انا ليا اولويه، فيتفاعل معانا بالشكل ده. سي اتش 3، سي اتش 3. وهنا بقى يا عم الناس عندنا او اتش، وعندنا هنا ايه؟ SO3 Na. Na بوزيتيف و SO3 نيجاتيف، لان هي الاولى يا دكتور. بص بقى، انا عايزك وانا بحل كده توقف الفيديو وتحل مع نفسك، تشوف انت بتحل صح ولا بحل غلط، تشوف انت بتحل صح ولا بتحل غلط. طيب تعالى يا دكتور، لما شفنا التفاعل اللي جاي ده، اول ما خدت بالي كده يا دكتور سي اتش 3 سي اتش 2 ام جي بي ار. ايه ده؟ ايه الام جي بي ار ده؟ ده كان بيفكرنا بايه؟ ده بيفكرنا بجرينارد يا دكتور، جرينارد ريجنت. يعني انت عايز تقول لي ده هيبقى اشاره سالب، وهو اشاره ايه؟ موجب. خلاص ندخل بقى يا دكتور كده. اول حاجه الاشاره السالب هتخش فين؟ هتخش على ذرات الكربونه. ده كمان ادالك شروط التفاعل، الايثر في وجود الهيدرونيوم اين. يعني ايه؟ يعني هو عاوز الناتج النهائي على طول، فيقول لك ادي سي اتش 3، ادي سي ماسكه في سي اتش 3، ماسكه في سي اتش 3. طيب هيخش معانا ايه بقى يا دكتور؟ هيخش معانا هنا ايه؟ هيخش معانا سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 2 معانا بالشكل ده. وهنا يا دكتور هيخش معانا بقى الاو، لما تتكسر يبقى يمسك في الام جي بي ار، وبعد كده الهيدروجين هتيجي تكسرهم، فيبقى معانا او اتش بالشكل ده. فهمت الموضوع؟ فهمنا الكلام؟ وصل الكلام؟ طيب ايه يا دكتور ام جي بي ار تاني؟ هو انا كل مره برضو ام جي بي ار؟ ده يا دكتور ده جوينر دي برضو، ده اشاره نيجاتيف وده اشاره بوزيتيف. تعال ندخل بقى يا دكتور، هنقول يا دكتور ده سي اتش او. اي سي اتش او دي؟ قصده سي دبل بوند او ماسكه في هيدروجين اللي هو الدهايد. خلاص يا عم الناس، الالدهايد ايه اللي هيحصل معاه؟ هيجي هنا دولت، هيجي يخشوا هنا يكسروا الدبل بوند، هنقول سي اتش 3 سي اتش 2 سي. هنا عندنا فوق او، حتى كمان هيدرونيوم ايون، يبقى اهو او اتش. وهيخش بقى معانا ايه بقى يا دكتور؟ هنا هيخش معانا المركب ده كله، اللي هو المركب بيقول ايه؟ سي اتش 2 ماسكه في سي اتش، سي اتش 2 ماسكه في سي، السي ماسكه في اتش، ماسكه فوق سي اتش 3، ماسكه على الجنب سي اتش 3. يبقى ده المركب بتاعنا يا دكتور بالشكل ده. يبقى ده يا دكتور المركب بتاعنا. تعالى بس هقول لك كلمه، ده المركب بتاعنا، ده الجزء بتاع كوينرد، وده الجزء بتاع الايه؟ بتاع الالدهايد. ماشي، في مشكلة؟ مفيش معانا أي مشكلة. طيب تعالى نشوف آخر تفاعل برضو الدهايد. يا عم الناس أنا ورايا كل ورايا الدهايد. تعالى نشوف أدي الدهايد مع إيه؟ مع الفورمالدهايد. إيه اللي حصل معانا؟ هنخش معانا بالشكل ده برضو، يبقى معانا سي ماسكة في او اتش، ماسكة في اتش، ماسكة في اتش. وهنا يخش بقى الجزء ده كله سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. طيب هو جايب لك التلاتة ليه بقى يا دكتور؟ بالعقل كده تعالى بس انا همسحهم لك علشان انت ما كنتش ما تاخدش بالك. ليه جاب لك التلات تفاعلات دولت؟ قال لك يا دكتور هو جاب لك التلات تفاعلات دولت.
جايب لك ال3 تفاعلات دلوقتي ليه؟ أول حاجة يا دكتور تعالَ بُص هنا، ده كيتون صح؟ إحنا قُلنا الكيتون مع الجوينرد بيدّينا إيه؟ بيدّينا برايمري والّا سكندري والّا تيرشري الكحول؟ لأ بيدّينا تيرشري الكحول. هو عاوز يقول لك اكتب لي التيرشري الكحول. صح والّا مش صح؟ صح. طب هنا يا دكتور مع إيه؟ مع الالدهايد. فاكر مع الالدهايد أي الدهايد كان بيدّينا إيه؟ كان بيدّينا سكندري الكحول. صح والّا مش صح؟ صح. ما عدا واحد بس يا دكتور الفورمايل أو الميثانال، الفورمالدهايد أو الميثانال، لمّا كان بينفعلوا مع جوينرد كان بيدّينا إيه؟ كان بيدّينا برايمري الكحول. فاكر أنت الحتة دي؟ مهمة أوي. هنا هيدّينا tertiary الكحول، هنا secondary الكحول، هنا primary الكحول. يبقى أنت كده مع نفسك تشوفهم كده هل هو أنت ماشي صح والّا مش ماشي صح. أول ما تشوف هنا جوينرد مع الدهايد خلاص يا دكتور يبقى أنا كده ضامن إن هو هيجيب لنا إيه primary secondary الكحول إلا في حالة واحدة بس لو كان الالدهايد ده فورمايل. خلاص هو مش فورمايل، خلاص ده الدهايد عادي، خلاص يبقى هي يدّينا إيه secondary الكحول. بعد ما أكتب النتيجة خلاص هو معايا secondary الكحول يبقى أنا كده ماشي صح. طب لو يا دكتور هنا مثلًا مع كيتون هيدّينا tertiary الكحول خلاص يبقى أنا كده ماشي إيه صح. فهمت الكلام؟ فهمنا الكلام. هنا في شوية convert هو حلّهم سهل جدًا، فأنا هاسيبهم لك أنت بقى مع نفسك كده تقزقز فيهم. أول حاجة مثلًا تعالَ ناخد لنا أي حاجة، formaldehyde هيدّينا مثلًا إيثانول. formaldehyde بيتكتب إزاي؟ C ماسك هنا في H، ماسك في H، ماسك في double bond O. صح والّا مش صح؟ صح. عاوز يدّينا إيه؟ قال لك أنا عاوزك آخد إيثانول CH3 COH وهنا عندي إيه H2. يا دكتور معلش بعد إذنك إيه اللي كان هيدّينا إيثانول، إيه اللي كان هيدّينا إيثانول بالشكل ده، بالشكل ده، يعني هو إيه الفرق بالضبط يا دكتور؟ الفرق هنا في مجموعة CH3 زيادة، خلاص الفرق في مجموعة CH3 زيادة عن الجوينرد على طول، نقول له CH3 ماسكة في MgBr بالشكل ده، هيحصل إيه؟ الCH3 هتيجي تهاجم هنا تمسك هنا يبقى عندي CH3 ماسك في CH2 أهو أدي الCH2 زي ما هي ماسكة في O، الO هييجي لنا دي بالشكل ده هنقول لأ حُط لها بقى أي هيدروجين، هيدرونيوم أيون مثلًا، فيروح جاي شايل الMgR ويحط مكانها H فيبقى بالشكل ده، يبقى CH3CH2OH بالشكل ده لمّا حطينا في تفاعل عمك مين، عمك جوينرد. كل التفاعلات سهلة، سهلة جدًا، جدًا، جدًا. طيب تعالَ مثلًا ناخد آخر واحد مثلًا بنزلدهيد مع المنديليك أسيد، إحنا خلاص إحنا قُلناه، أدي البنزلدهيد فوق أهو. البنزلدهايد جبنا منه المنديليك أسيد. طيب تعالَ نشوف اللي قبليه، شوف اللي قبليه بيقول لك إيه مثلًا، بيقول لك أسيتون into tertiary butyl alcohol. تعالَ أسيتون C ماسكة في C double bond C double bond O CH3 CH3 بالشكل ده، عاوز إيه tertiary butyl alcohol. أدي الalcohol يا دكتور معانا بس هو قال لك أنا عايز tertiary butyl يعني كربونة ماسكة في CH3 ماسكة في CH3 ماسكة في CH3 ومعاها الكحول. ده أنا لسه حاللها حالًا دلوقتي، حالل شبهها. يا دكتور ده tertiary الكحول صح؟ إيه اللي بيدّينا tertiary الكحول؟ الكيتون. لمّا أفعله مع مين؟ لمّا أفعله مع الجوينرد. طيب تعالَ يا دكتور إيه الفرق ما بين هنا CH3 أدي CH3 أهي وأدي CH3 ده فرق CH3 واحدة بس خلاص أنا هافعله مع جوينرد أحط CH3 MgBr بالشكل ده يا دكتور، هيدّينا الناتج ده، في وجود بقى الهيدرونيوم أيون بالمرّة، هيدّينا الناتج ده. خلاص خلّصنا. شُفت الموضوع سهل إزاي؟ كده أنا سايب لك كام واحدة، سايب لك أدي 1 أدي 2 حاول مع نفسك كده إيه تضبّطهم. أشوفك بقى في الفيديو الجاي، وأهم حاجة تكون الفيديو ده أنت خلاص بالنسبة لك كده مضمون ومحطوط في جيبك. إن شاء الله الفيديو يكون بالنسبة لك سهل، واضح، وال4 تفاعلات اللي إحنا خدناهم النهارده تجمّعهم كده في ورقة بالشكل ده، يعني أنا عايزك بالشكل ده بالضبط، تجمّعهم في ورقة بالشكل ده لامم ال4 ورقات، لامم الحاجات دي كلّها. يعني مثلًا امسح بقى الكلام ده كلّه ترسم لي الرسمة دي بالضبط مع نفسك في البيت، وتقول لي أنا عملت كذا، وكذا، كذا، 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 كذا. أول ما رسمت الرسمة دي خلاص يبقى أنت كده ضمنت المحاضرة بتاعتنا. محاضرة سهلة، جميلة جدًا، جميلة جدًا، وكتير جدًا بييجي منها في الامتحان، كتير جدًا بييجي منها في الامتحان. أهم حاجة بقى أهم حاجة ما تنساش تدعي لي، لإن أنا محتاج دعوتك جامد، ولو الفيديو ده عجبك أهم حاجة شير واللايك شيّره مع أصحابك، لإن ده ممكن يفيدهم كتير بإذن الله، وأشوفك في الفيديو الجاي. انتظرني، انتظرني، انتظرني. برضه حابب أنوّه على حاجة، لو في ناس حابة تاخد كورسات في الorganic chemistry في أي جامعة ممكن تجمّع شوية من أصحابها سواء كانوا 3، 4، 5 ويبعتوا لي وإن شاء الله، إن شاء الله ممكن نشرح لهم الPDF بتاعهم هم، بتاع الجامعة بتاعتهم هم. أشوفكم في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.